ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهاردة انا جاي اقول لكم معلومة من وجهة نظر شخصية وعن تجربة. ممكن في الاخر المعلومة دي تصيبك ببعض الاحباط، بس لما تيجي تطبقها على الواقع هتريحك جدا ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه بأقل الخسائر. دلوقتي هحكي لكم قصة. انت بتتكلم مع واحدة جديدة عليك، تمام؟ وما تعرفش هي دماغها رايحة لفين. خليني اقولك ان في جزء كبير قوي قايم على ان الشخص ده عايز ان هو يكمل معاك او لا. ليه بقى؟ لان مفيش حاجة اسمها ان انت تروح تتعلم اداب او ثقافة التعامل مع الجنس الاخر على سبيل المثال وتبقى فاكر ان هو ده اللي هيوصلك ان انت تعرف الانسانة الفلانية او تنجح في علاقتك مع الانسانة اللي قلبك اختارها. للأسف مفيش حاجة في الحياة او في اي كتاب او في اي معلومة او في اي خبير او اي نصيحة من اي حد هيخليك تعرف توصل للشخص ده الا لو انت ليك نصيب فيهم. من الاخر هنضرب مثال. لو واحدة سألتك وقالت لك لو واحد عكسني في الشارع انت هتعمل ايه؟ قدامك اجابة من الاجابتين، يا تروح للسكة اليمين اللي هو انا هتكلم معاه وهبقى هادي ومش عارف ايه، او ان انت تقول انا هتخانق معاه. البنت دي لو هي اصلا مش متقبلاك مش هتقبل بالرأيين، هتقولك لو انت ما اتخانقتش معايا فانت كده انسان جمال ولا يمكن يعتمد عليك وانت مش مصدر امان ليها، ولو اتخانقت معاه هتقول لا ده شكله بلطجي وبيعمل مشاكل وشكله اساسا بيميل للعنف وممكن يضربني وممكن يحرجني في وسط الشارع وممكن هو يتضرب فايه برضه ما ينفعش. فمن الاخر ما تحاولش تدور على اجابات نموذجية وانت بتتعامل مع الطرف الاخر. اعرف ان في الاول والاخر في جزء كبير كده اسمه نصيب، مسموش اجاباتك هي اللي هتوصلك للنصيب اللي انت عايزه. اتعامل بطبيعتك، هي دي النقطة المهمة. ان انت في الاخر هتسمع عن ناس قالوا الاجابة الاولى والموضوع مشي، وهتسمع عن ناس قالوا الاجابة التانية والموضوع مشي، وهتسمع عن ناس قالوا الاجابتين والموضوع ممشيش عادي جدا. اعتقد كده بعد ما قلت المعلومة دي الموضوع هيريحك نفسيا عشان تبقى عارف ان انت ما تبقاش تحت ضغط في ان انت توصل للاجابات النموذجية، لان من الاخر في العلاقات مفيش حاجة اسمها الاجابات او التصرفات او المواقف النموذجية. لو المعلومة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعملها سبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد تتابع الحلقات الجاية. شكرا.